وعجب الذنب هو آخر العمود الفقري المسمى بالعصعص، وهو مادة صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة، ومنها يركب الخلق يوم القيامة. سبحان الله، هذا الإنسان، هذا الجسد الذي يعيش به الإنسان في الدنيا وينعمه يصبح ترابا، يتحلل شيئا فشيئا إلى أن يصبح مع مرور الزمن ترابا لا يبقى منه إلا عجب الذنب. طيب نعيم القبر وعذابه يقع على ماذا؟ يقع على الروح، يقع على الروح، فالروح هي التي تنعم أو تعذب. لكن بعد دفن الميت مباشرة يكون للروح اتصال بالجسد، فيسأل من ربك وما دينك وما هذا النبي الذي بعث فيكم، ولذلك يسمع قرع نعال المشيعين، وإنه لا يسمع قرع نعالهم، فترد الروح إلى الجسد ويمتحن، يسأل هذه الأسئلة، ثم بعد ذلك تصعد الروح، كان من أهل الجنة في أعلى عليين أو كان من أهل النار تكون في أسفل السافلين. ولذلك بعض الناس تجد أنه من شدة محبته لقريبه يكرر الزيارة لقبر قريبه، بعضهم يذهب كل أسبوع، بل بعضهم يعني أقل من ذلك، هو يظن بهذا أنه يحسن إلى قريبه بهذه الزيارة. قريبك هذا قد أصبح تراب الآن، تحلل إلى أن يصبح تراب. قريبك ليس موجودا هنا، وقريبك كان من أهل الجنة فهو في أعلى عليين، وكان من أهل النار فهو في أسفل سافلين. لذلك الأحسن إذا أردت أن تحسن إليه فادع له، تصدق عنه، اعتمر عنه، حج عنه، اجعل عنه صدقة جارية أو تصدق عنه عموما، هذا هو الذي تحسن به إلى قريبك المتوفى. أما ذهابك إلى القبر فتستفيد فقط الاعتبار بزيارة القبور. قد صعدت روح، لكن قريبك قد صعدت روحه، ولذلك يتحلل ويصبح مع مرور الزمن ترابا. فهذا الجهد الذي يبذله في الذهاب للمقبرة وتردده على المقبرة، نقول إن كان قصدك الاعتبار فحسن، إن كان قصدك الإحسان إلى قريبك المتوفى فالأحسن من هذا أنك تجعل هذا الجهد فيما ينفعه من دعاء أو صدقة أو عمرة أو حج ونحو ذلك مما ينفع الميت.